السلام عليكم، مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم في أولى قصص في القناة. نتمنى هذا المحتوى ينال إعجابكم. نتمنى أيضا أنكم تشجعوني باش نكمل في هذا المحتوى. تشجعوني بلايك ديالكم وبالتعليق ديالكم على القصة، ونتمنى أن القصة تعجبكم وندخل فيها مباشرة. سميتي أسماء، من عائلة محافظة، عائلة لمتوسطة، وعائلة لمترابطة جدا جدا وجدا. ملي عقلت على راسي وأنا في دار كبيرة مع الأعمام ديالي العمات ديالي. طبعا الأعمام ديالي كانوا مزوجين، وطبعا الجد والجدة والأم والأب ديالي وخوتي كنا في دار وحدة، ولكن دار اللي كانت كبيرة وواسعة. وبحكم أنني كنت البنت الكبيرة الوالدية، والاب ديالي كان الابن الاكبر للجد والجده ديالي، فكنت عزيزه بزاف على الجده ديالي لانني اول العنقود كنت مقطره ليها من عينيها وكنت قريبه ليها بزاف. وتقريبا هي اللي ربطني، لانه من بعد الوالده ديالي جابت خوتي فانشغلات. فجده ديالي تكلفت بيا. هو حنا كنا في دار وحده، ولكن اللي مكلف بالتفاصيل ديال الامور ديالي هي كانت جدتي. دازت الايام وانا كنكبر، وجده ديالي كما قلت لكم مسؤوله عليا كتربيني، وكنت متاثره بزاف بالطباع والصفات اللي في الجده ديالي اللي كانت مختلفه تماما على طباع وصفات الام ديالي. نعطيكم مثال. الجده ديالي كانت واحد المراه منظمه جدا جدا. كتآمن أن القرش الأبيض ينفع لليوم الأسود، على عكس ماما اللي كانت نوعا ما يعني كتآمن أن إلا عندك فلوس صرفهم اليوم، عيش اليوم وما تفكرش بزاف في الغد. ومن الطباع المميزة أيضا عند جدتي أنها كانت كتعشق وكتموت على شي حاجة سميتها الذهب. أي فلوس كتجي ليها كتجمع حتى كتولي مبلغ محترم، وكتمشي عند الذهبي كتشري بها الذهب، واخا تشري غير سلسلة رقيقة تشري اللي كان. المهم جدة ديالي كانت كتحب الذهب، وانا وردت عليها وتاثرت منها بهاد الصفه، على عكس الوالده ديالي اللي ما كانتش كتهتم بهذا الامر نهائيا، واصلا ما كانش عندها الذهب من غير الخاتم ديال الزواج، ما كان عندها والو. في حين جدتي كان عندها واحد الصندوقه كبيره وعامره بالذهب، فيه اللي غير كتخزن فيه الفلوس ديالها، وفيه اللي فعلا كتلبسو في المناسبات والافراح. وانا تاثرت بهذه الصفه، وكنت كنتمنى حتى انا نكبر ونخدم ويوليو معايا الفلوس ونولي نشري حتى انا الذهب بحال جداتي. وفعلا هذا السيناريو اللي وقع تماما. خديت البكالوريا ديالي، ومن بعد دفعت لافاك، خديت الاجازه ديالي في 3 سنوات فقط. دفعت للتعليم. اول سنه ما تقبلتش، ولكن السنه اللي من بعد منها تقبلت في التعليم، ودوزت التكوين ديالي وتوظفت وليت معلمه ديال الابتدائي. بالنسبة للشكل ديالي فكنت بنت اللي عادية جدا، متوسطة الطول متوسطة الوزن. يعني كل شيء فيا كان عادي، ما كنتش بنت اللي خايبة، وفي نفس الوقت ما كنتش بنت اللي بارعة الجمال. ولكن ملي بديت نخدم طبعا وليت كنتخلص، وليت كنتهلا في راسي بالحوايج بالمكياج. ونقدر نقول لكم من بعد تاني خلصه وليت كنفكر انني حتى انا ماشي على الخطه الجاده ديالي، وحتى انا يكون عندي الذهب ديالي، يكون عندي صندوقه ونعمرها بالذهب. كتعرفوا اول ما نضا ضروري كتهلاي في مالين الدار، كتهلاي في العائله، وكتشري حتى انت دوك الحوايج اللي كانوا ناقصينك شحال هادي. ولكن من بعد وليت كنفكر حتى انا جديا انني غادي نبدا نشري في الذهب. وفعلا هادشي اللي درت، كنت كل شهر ضروري واحد المبلغ نحطو على جنب، والشهر اللي من بعد منه كنحط عليه وكنحط عليه وكنزل كنشري في الذهب. ما نقدرش نوصف لكم اول مره نزلت شريت الذهب، باقي عاقله عليه. شريت سلسله ديال الذهب، وكانت سلسله اللي كنت غنحطها في عنقي، يعني ما كنتش بهدف انني نخزن فيها، كنت باغا نفرح بها حتى انا نلبسها ونحطها في عنقي والناس يشوفوني بها. فالفرحه ديالي انني حتى انا غادي نحقق الحلم ديالي وغادي نولي نشري في الذهب، كان واحد الاحساس اللي زوين بزاف بزاف. مهم دازت الايام ودازت الشهور والسنوات، دازت بالضبط 3 سنوات وانا في نفس المدرسه. كنت مرتاحه في خدمتي، واكله شاربه مع مالين الدار. طبعا كنت كنتقدم، يعني ما كنتش كنصرف بزاف، ولكن ضروري ما كندخل في يدي شي حاجه. وكنت محافظه جدا على العاده ديال شراء الذهب، ولا عندي شويه د الذهب اللي محترم جدا جدا. المهم دازت الايام، وطبعا كانوا كيتقدموا لي الخطاب، ولكن كنت كنقلب على، ماشي ضد الزواج التقليدي، ولكن حتى الا تقدم لي شي واحد تقليديا ضروري ان يكون هذاك القبول هذاك الارتياح، يكون متفهم وبيناتنا تفاهم، وعارف انني خدامه ما غاديش نفرط في خدمتي، ونتعاونوا مع بعضياتنا.
وملي فاتت بالضبط 3 سنوات غادي يتعين في المدرسة اللي أنا خدامة فيها واحد الأستاذ، هو غير انتقل من المدرسة الأخرى لنفس المدرسة في نفس المدينة. تعيين عندنا الأستاذ شكلا كان وسيم جدا جدا، ولكن المهم قلت وسيم الله يخلي لعائلته لصاحبته الا كانت عنده صاحبه او زوجه، وما ركزتش بزاف. ولكن مع الوقت ملي بديت كنتعامل معاه في الخدمه كتجمعنا مواقف، لقيته انسان اللي ماشي فقط شكلا وسيم، وانما في الداخل ديالو ايضا انسان اللي متفهم واعي مثقف. ملي كيهضر كتجبري انك تبقاي تسمعي، غادي تطلعي بشي حاجه. انسان اللي خدوم جدا، كيعاون الكل، كيحترم الصغير والكبير. فما غاديش نخبي عليكم، عجبني. كنت كنلاحظ انني ايضا كنت عاجبه، كان مركز معايا، كان كيحاول انه يغتنم اي فرصه باش يدوي معايا. وما دوزناش بزاف حتى جا وفعلا دوا معايا مباشره وبصراحه. قال لي اسماء كتعجبيني وبغيتك للحلال. كنت فرحانه بزاف 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 ملي صارحني بالاعجاب ديالو وبانه باغي يدخل الدار من بابو وباغي يتزوج بيا. يمكن نقول لكم ان هذه كانت اسعد تاني لحظه في حياتي. اللحظه الاولى راكم كتعرفوها، اللي شريت فيها اول سلسله في حياتي، هذه كانت تاني اسعد لحظه في حياتي. طبعا مع الفارق، هنا راه كنت فرحانه اكثر ان الشخص اللي انا معجبه به باغي يتزوج بيا. حددت له موعد مع مالين الدار، جا تقدم ليا، جاب الوالده ديالو والاخوات ديالو. كانوا عنده غير بنات، ما كانش عنده خو رجل، يعني خواتاتو كانوا بنات. وجابهم تقدموا لي بشكل رسمي، درنا الخطوبه واتفقنا اننا غادي هكا نجلسوا باش نشوفوا شنو غادي نديروا في الزواج، في العرس، في العقد وما الى ذلك. وفعلا بعد الخطوبه مباشره نزلنا وجلسنا في واحد الكافيه باش نتشاوروا ونتفقوا نشوفوا شنو غادي نديروا في حياتنا وشنو غادي نديروا في العرس، في الزواج وما الى ذلك. واقترح لي واحد الاقتراح، قال لي شنو ظهر لك ان بدل ما نكري والكرا ياخذ منا شهريا واحد المبلغ، اننا نجلسوا مع الوالده ديالو ومع الاخوات ديالو. لا ريت ما يعني نجمعوا باش نشريو الدار ديالنا مباشره، بدل ما نبقاو نضيعوا في الفلوس في الديور ديال الكرا. وما نخبيش عليكم، كوحده بحالي كبرات في الدار ديال العائله، شفت المشاكل وشفت الصراعات وشفت الحرب البارده اللي كتكون في وضع بحال هذا. يعني تخوفت وما عجبنيش نهائيا. ولكن مع الاصرار ديالو ومع المنطق ديالو ان فعلا حنا ممكن في ظرف وجيز جدا حنا بجوج خدامين، يعني مباشره غنشريو دار بدون ما اننا يعني نمروا من ديك المرحله ديال الكراء. فمع الاصرار ديالو ومع فعلا الوالده ديالو كانت من اطيب خلق الله، يعني الام ديالو كانت طيبه وكانت انسانه اللي اصلا مريضه وفي حالها وما كتدخل حتى في شي حاجه. وكانت ديما حتى في المرات اللي جلست معاها كانت ديما كتقول اللي درتوه انا معاكم فيه، وانتم اللي تعرفوه، هذه حياتكم وانتم اللي غادي تعيشوها، فديروا اللي عجبكم. وهذا مكان يعني بلا ما نطول عليكم، بعد مناقشات وشد وجذب حتى مع العائله ديالو اللي كانوا شويه ايضا متخوفين من الفكره. ولكن المهم في النهايه قررنا اننا فعلا نتزوجوا ونسكنوا مع العائله ديالو. درنا واحد العرس اللي متوسط وداز زوين بزاف بزاف، وليله اللي كانت دافيه وفرحنا وكل شيء داز بخير. ومشيت عروسه وسكنت معاهم. الدار ديالهم ما كانتش دار وحده اللي كبيره وواسعه بحال الدار ديالنا، هي كانت عباره عن 3 طوابق، وكاين الدور او الطابق الرابع اللي عباره عن سطح وفيه 2 بيوت. حنا خدينا الطابق الثالث، هو كانت تبقى منفصله وما منفصلاش، بمعنى ان ما كانش عندها باب كيتسد بالساروت وخاص بنا حنا. ولكن في نفس الوقت يعني العائله ديالو الام والاب قالوا ان هذه بحال الشقه ديالنا، وحتى واحد ما كيطلع ولا شي واحد طلع للسطح راه كيدوز مباشره كيطلع للسطح. مشكل ان ما كانش ليها باب يعني كيتسد. ولكن انا قلت ماشي مشكل، مع الوقت غادي نقدر انني نفرض هذا الشيء او نطلبه من الزوج ديالي. داز شهر العسل، مشينا سافرنا واحد الاسبوع لمدينه شماليه، وكان واحد الاسبوع اللي خيالي وزوين بزاف.
ورجعنا للحياة الروتينية الطبيعية، هو في خدمته وأنا في خدمتي. طبعا بما أن احنا في مدرسة واحدة فكنا كننزلوا مع بعضياتنا وكنرجعوا مع بعضياتنا. كان عنده واحد الطوموبيله اللي صغيره غير على قد الحال، كنا كنمشيو بها وكنجيو بها. كنفطروا في دارنا. الغداء غالبا كنتغداو مع العائله ديالو لتحت، بما انني كنرجع من الخدمه يعني ما كيكونش الوقت، وحتى الام ديالي احنا مطيبين نزلوا تاكلوا، والعشاء راه كنتعشاو في دارنا. يعني ما بين العائله ديالو وما بين الشقه ديالي هكا كان كيدوز الوقت، وكلشي داز زوين وما كانش مشاكل، ما كان نزاعات، ما كان يعني كلشي كان على احسن ما يرام، ولكن فقط لمده 3 اشهر. من بعد هاد 3 شهور الاخوات ديالو ولاو كيطلعوا كيجلسوا معايا. انا كنرجع من الخدمه عيانه، كنبغي نتصنت لراسي، كنلقاهم دخلوا وجلسوا وكيبغيو يجلسوا حتى في بيت النعاس. يعني بمجرد انني كندخل البيت كنلقى شي وحده فيهم دخلات والاخرى دخلات وجلسوا، يعني بغاو يجلسوا في بيت النعاس. منين جبتي هادي؟ شنو درتي لهادي؟ وطبعا لاحظوا انني عندي بزاف ديال الذهب كنبقى كنلبسو، كل مره كنلبس شي حاجه من هاد الذهب اللي عندي. طبعا انا شاريه باش يعني واما بنعمه ربك فحدث. طبعا انا شاريه باش نخزن فيه الفلوس، ولكن تاني راه كنلبسو. وكانوا بزاف مستغربين او ممتيقينش ان كامل هاد الذهب ديالي. فكل مره كان كيطرح هذا السؤال: واش هذا بلاكيور؟ واش هذا كله ذهب؟ واش هذا كله ديالك؟ فقلت لهم عفوا ان البعض من هذا الذهب ديال الجده ديالي عطاته ليا، يعني عطاته ليا، والبعض الاخر انا شريته من الراتب ديالي، من المنضه ديالي. وطبعا هذا الشيء راه ما جاش بين ليله ونهار، يعني سنوات، مع مرور السنوات. وان الذهب فعلا حقيقي، والذهب ديالي يعني ما بغيتش انني نكذب عليهم ونقول شي حاجه اللي ما كايناش. ومع مرور الوقت ولات كل وحده كتكون عندها مناسبه، واخا يكون غير تجمع عائلي، عيد ميلاد، اما الاعراس راه ماش نقول لكم سلفيني السلسله ديالك، سلفيني الذهب ديالك، سلفيني الخواتم ديالك. ولا حتى ملي كتكون شي مناسبه عائليه انا غاده ليها، يعني انا غاديه معهم وخاصني نلبس ذهبي، كيطلبوا مني انه ماشي ضروري انه انا عندي كثر من سلسله، لا ما غاديش نلبسهم كلهم، فانت عطيني هادي وانت لبسي هادي، لا انا بغيت هادي سلفيني هادي. ومره كنعطيهم، مره كنقول انني خليتها عند الوالده او وبعض المرات طبعا كنعطيهم لانه ما كنتش باغا مشاكل. وراجلي كان خواتاتو عزاز عليه بزاف، وما بغيتش انه يعني تشكاوني ليه او نتحط في شي موقف اللي خايب. ولكن مع مرور الوقت ومع تكرار هاد الطلبات من هاد النوع كل مره ولا الامر كيزعجني بزاف. وليت كنضايق. ففي واحد المره ما قدرتش نتحمل، تشكيت للزوج ديالي وقلت له ان يعني الموضوع كتر، وانني ما كنكونش يعني مرتاحه وقدر شي حاجه تضيع وهذا الشيء غادي يخلق مشكل. قال لي لا، وعلى خواتاتي صغار راه غادي يحافظوا عليه، وعلاه انت غادي تلبسيه كله. حين لانني انا يعني قلت ان بعض المناسبات راه كتكون عائليه، حتى انا كنكون حاضره وكنكون باغا انني نلبس هاد القطعه. قال لي ما غاديش تلبسيهم كلهم، اكيد غتحطي غير سلسله وحده، غتحطي غير ما غتحطيش الخواتم في كلهم، فما فيها باس الا عطيتيهم حتى هما يفرحوا وفرحتيهم معاك. وما نخبيش عليكم اللي لقيتو واخد هذا الموقف اللي ما بغيتش نقول عليه موقف سلبي، ولكن هذا رايه. عرفت انه هو يعني الهضره معاه ما غتنفعني بحتى شي حاجه، وخصني انا بنفسي نلقى الحل لراسي. فكرت وجلست مع راسي ولقيت واحد الحل، وما كانش من غير حل. مشيت عند ماما، وخديت معايا الذهب ديالي، قلت لها ماما غادي تنزلي معايا نمشيو عند الذهيبي اللي انا موالفه كنتقدى عنده، وموالفه كنتقدى عنده هذه سنوات، وماشي غير انا يعني حتى من العائله ديالي، الجده ديالي كانت كتقدى عنده، فكان راجل اللي كنعرفوه مزيان وبيننا يعني ومعاه علاقه اللي هي طيبه وزوينه وخدوم بزاف. يعني الرجل كان خدوم وما كانش كيتعطل علينا صراحه. فقلت لماما غادي تنزلي معايا عند الذهيبي. قالت لي غتشري شي حاجه؟ قلت لها لا غير اجي غادي تعرفي شنو كاين. مشيت عند الذهيبي وخديت الذهب ديالي وقلت لي غادي تصوروا كله، غادي نصوروا يعني دابا، وغادي دير ليا نسخ عليه من البلاكيور، كاع كل قطعه من عاد الذهب غادي تاخذ التصوير ديالها وغادي دير ليا قطعه اللي مشابهه لها تماما، ولكن غادي تكون طبعا مزوره.
قال لي اوكي ما كاينش مشكل، ولكن هذا الشيء غادي ياخذ وقت، يعني غادي ياخذ يعني فتره من الزمن على ما نوجد لك، لانه الذهب شويه كان كتير. قلت لي ما كان حتى شي مشكل، خذ راحتك. وفعلا كل قطعه يعني على حداد خدينا لها صور وصورناها، وهو احتفظ بالصور، وانا رجعت الذهب ديالي. رجعته، وصراحه يعني خليته عند ماما، ما رجعتوش للدار، لانه بديت كنشك ايضا ان خواتات راجلي كيطلعوا للدار كنلقى بزاف حوايج خليتهم في مكان، لقيتهم في بلاصه اخرى. يعني حنا كنعرفوا، حنا عيالات كنعرفوا التفاصيل. الا شي واحد دخل دارك او بقشش في حوايجك راه ضروري ما غتعرفي. وفعلا فقط بعد مرور اسبوعين الرجل كيتصل بيا وكيقول لي الذهب ديالك او البلاكيور ديالك جاهز. مشيت خديته ومشيت عند ماما، خديت هذيك الصندوقه اللي حاطه فيها الذهب ديالي. طبعا هي صندوقه كتسد. جبتها للدار، وطبعا الذهب خليته عند ماما، وصندوقه فيها البلاكيور. رجعتها للدار وحطيتها في البلاصه ديالها كأن شيئا لم يكن. وفعلا كملنا عادي. وملي شي وحده من خواتات راجلي كطلب مني شي قطعه كنعطيها ليها وانا مبتسمه وما كاين حتى شي مشكل، لانه صافي يعني انا عارفه انها ماشي ذهب. وحتى هما ولاو مستغربين ان علاش انا ما بقيتش كنتحجج او ما بقيتش كنضايق، وزعما فسروا انني صافي ولفت، او انني استسلمت للامر الواقع، او انه مع التكرار يعني انا تعودت على انهم عادي يشاركوني في الذهب ديالي. واكثر من ذلك حتى انا وليت كنلبس منه من هاد البلاكيور عادي، والذهب ديالي راه عند ماما. واستمرينا هكا واحد الفتره، حتى واحد النهار اللي جات عندي واحد لوستي الكبيره، طلبت مني انها تاخذ الذهب ديالي كله، لانه عندها واحد المناسبه عند عائله راجلها، وهاد المناسبه راه غتسافر ليها واحد يومين. يعني في نظركم واش هذا طلب منطقي؟ عادي انها تاخذ الذهب كله، ماشي سلسله ولا خاتم ولا، وتاخذو وتبات به يومين كاملين. المهم درت راسي بحال الا ما عجبنيش الحال واحد شويه، وعطيتو ليها. من بعد عطيتو ليها، خداتو ودوزات المناسبه ديالها. ونهار الثالث رجعاتو. ملي رجعتو انا كنت للصدفه يعني كنت تحت عند غوستي، كنت كندير شي حاجه في الكوزينه، وهي تدخل قالت لي شكرا هاد الذهب ديالك. قلت لها راه ما يديا ما نقينش، طلعي الفوق للدار وحطيه في شي بلاصه تما. المهم فعلا طلعته وجلست واحد شويه ونزلت، قالت لي راه حطيته لك في بيت النعاس، شكرا. نسيت نقول لكم واحد الحاجه مهمه بزاف، نسيتها. انا ملي عقت ان بزاف د الحوايج كنلقاهم مهزوزين من بلاصتهم مغيره، مكياج ديالي، الحوايج ديالي، ركبت كاميرا في بيت النعاس طبعا بدون العلم ديال الزوج ديالي. هذا درتو غير اجراء احترازي باش نعرف شكون اللي كيدخل. وفعلا لقيتهم هما كيدخلوا، ولكن كيهزوا غير مكياج، كيهزوا شي لبسه كيلبسوها وكيرجعوها قبل ما نرجع انا من الخدمه. بحال هاد الامور فسكت، قلت ما مادام الذهب اللي هو مهم ما بقاش، اذا ما عندي ما ندير، خاصني نصبر حتى نخرج من عندهم بمره. ساليت داكشي اللي كندير في الكوزينه طلعت الفوق باش نرجع الصندوقه لبلاصتها. قلبت عليها في البيت ما لقيتهاش، قلبت ما لقيتهاش. وانا هكا ننزل غير من الدروج، قلت ليها عيطت عليها، قلت ليها فين حطيتيها؟ قالت لي راني حطيتها حدا الكوافوزه. قلت لها راه ما كايناش. قالت لي كيفاش ما كايناش؟ طلعت قلت لها طلعي وريني فين حطيتيها. طلعت قالت لي حطيتها هنا. ايوا ما كايناش. قلبنا البيت كله، قلبنا الدار كلها، نزلنا قلبنا لتحت، والو ما كايناش. ملي ما لقيناهاش صافي راه واضح ان الصندوقه راه تاخدات. اتصلت براجلي كان برا، عيطت عليه قلت لي اجي دابا، الوضع واحد جوج ثلاثه، راه الذهب ديالي مشى. وشكون اللي مسؤول؟ شكون اللي خداه؟ يا اختك. جا شيخي حتى هو وراجلي كان جا، شنو كاين شنو ما كاينش، الذهب تسرق، الذهب مشى. وهما كيقولوا لا راه ما تسرقش، غير غيكون تحط في شي بلاصه، غيكونوا الدراري هزوه. يلا نقلبوا تاني. رجعنا قلبنا الدار كلها راسا على عقب، ما خلينا حتى شي بلاصه ما قلبناش فيها. صافي وانا ننزل على الارض وكنبكي وكنغوت. الذهب ديالي يجي تحويشه ديال العمره، ماشي عام ولا عامين. قلت لهم راه 10 المليون ديال القيمه ديال الذهب، وانا راه ما غاديش نتنازل، غنعطيكم حتى العشيه الا ما جانيش الذهب ديالي. راه ما راه 10 المليون ماشي مبلغ اللي بسيط. طلعت لبيتي وخليتهم تما لتحت مجموعين يشوفوا شنو غيديروا. قلت لهم شوفوا شنو غديروا، شوفوا شي طريقه تشاوروا، شوفوا. المهم انا يا اما الذهب يجي لي يا اما 10 المليون تحط.
وطلعت لبيتي، سديت الباب ومشيت ديريكت للكاميرا اللي كنت مركبه، حليت الفيديو. لقيت فعلا لوستي ملي دخلات هي وحطات الصندوقه وخلات الباب ما سداتوش باش ما يديرش الصوت، ونزلات قالت لي راه الداب خليتو هاني غادا ومشات. ما عرفت امتى، انا ما شفتهاش ملي رجعت للبيت، انا ما شفتهاش، ما سمعتش الباب، ما شفتهاش. في الكاميرا مبينه انها دخلات، خدات الصندوقه وخرجت. هزيت الفيديو وحيدت الكاميرا خبيتها ونزلت عندهم لتحت. الراجل بدا كيغوت، قال لي واش انتي دابا غتسرقي عائلتي، واش اختي دابا سراقه، واش انتي شوفي فين حطيتيه، شوفي انتي شنو درتي ليه، اما عائلتي راه ماشي سراقين. وبدا كيغوت. وديك الساعه وانا نجبد ليه الفيديو قلت ليه انا ما قلتهاش لك، ولكن انا كنت مركبه كاميرا في بيت النعاس. وبدا كيغوت كثار وانت كتصورينا. قلت له لا ما كنصوركش، ما كنصورناش، انا الكاميرا كنفتحها ملي كنكون خارجه انا ولا ما كايناش في البيت، ملي كنكونوا حنا راه كنسدها بطبيعه الحال. وبعينو شاف اختو دخلت للبيت كتسحب على صوابعها حتى هزات الصندوقه وخرجت. ديك الساعه سكت، ما شنو غايقول مازال. وشيخي بدا كيغوت، عقوزتي طاحت. قلت لهم اللي عرفتوها هي اللي خداتو، راه الموضوع ساهل، ما تجيبوا لها 10 المليون، لا وينو غادي تجيبوها، غادي تطلبوا منها انها ترجع الذهب وانا غندير بحال الا ما وقع والو، المهم هو الذهب يرجع. وخليتهم وطلعت للسطح، قلت لهم هاني انا نطلع للسطح وانتم دابا اتصلوا بها جيبوها شوفوا شنو غديروا، اتفقوا. المهم اتصلوا بها وفعلا انا خارجه من الباب طالعه للسطح وهما كيتصلوا بها كيقولوا لها دابا تكوني هنا، دابا تجي. طلعت البنات، ما طلعتش لبيتي، قلت نخليهم ياخذوا راحتهم، يضربوها يغوتوا عليها، يتفقوا على شي حل، انا ما سوقيش. مهم طلعت للسطح، طلعت لواحد البيت ديال السطح باش نجيب واحد الكرسي باش نجلس عليه، نجلس نشم شويه د الهواء، نهد الاعصاب ديالي، لانه فعلا راه كنت معصبه من داكشي اللي وقع معايا، من الشمته، واخا ما تشمتش من الشمته اللي كنت غادي نتشمتها. مهم وانا كنهز الكرسي، طاح واحد الكرسي اخر الفوق، ما عرف شنو حركت، طاح واحد الكرسي وطاحوا بزاف ديال بحال بيت ديال الكراكيب، طاحوا الكراكيب كلهم طاحوا فيهم. اللي طاح عليا قلت له هادشي اللي ناقصني، هادشي اللي خاصني مازال. والصندوقه طيح على راسي. هي راه ملي خداتها، ملي سرقتها، يمكن خافت ان شي واحد يشوفها ولا، فما ما خرجتهاش، قالت تحطها تما في البيت ديال الكراكيب، تخزناها تما حتى يهدى الوضع، حتى تشوف شنو غدير، وديك الساعه تجي ليها وتاخذها. هزيت الصندوقه وكل كان نرتعش، كنترعد. ما خديتها وانا متصله بماما، قلت لها دابا تجي، ولكن ما تجيش الباب اللي قدام، غادي تجي وتسناني مورا الدار، هاني نازله لك دابا. وفعلا ماما جات، نزلت وعطيتها الصندوقه ورجعت عادي كأن شيئا لم يكن. ونزلت دخلت لداري وسديت عليا الباب. هما جابوها ضربوها غوتوا عليها وراوها الفيديو شنو هادشي شنو ما هادشيش. وفي الاخر في الاول طبعا نكرات، ولكن ملي وراو لها الفيديو راه ما بقى عندها ما دير. قالت لها السيده راه ما غاديش ترحمك، غادي تبلغ البوليس عادي جدا، راه 10 المليون هادي. بدات كتقول لا ماشي 10 المليون، الذهب راه انا شفتو ما يسواش داك الثمن. قالوا لي يسوى ولا ما يسواش، رجعي الذهب. وفعلا طلعت للسطح باش تجيب الصندوقه. انا طبعا راه رجعت كلشي لبلاصتو، ما كانش اثر اصلا ان شي حد زعما دخل البيت. مهم بقى كتقلب ما لقاتهاش وهي تعيط عليهم، جاو قلبوا ما لقاو والو. وهما ينزلوا عندي قالوا لي ما كاين راه زعما هي اعترفت السيده انها خدتها، ولكن راه ما لقيناهاش، غيكون شي حد اخر سرقها. قلت لهم دابا واش نتوما كضحكوا عليا؟ هي اعترفت انها سرقتها، هي ما بغاتش تجبدها. قلت لهم راه مادام هي اعترفت انها سرقتها المره الاولى، راه غتكون هي اللي خداتها، ما بغاتش ترجعها، بغاتكم نتوما تخلصوا عليها الذهب، وانا ماشي سوقي. وبديت كنجمع في حوايجي، قلت لهم انا غادا عند دار والديا، نتوما شوفوا شنو غديروا، انا عطيتكم مهله ورجعت عطيتكم مهله واحده اخرى، صافي اللي عليا راه درت. دابا غنرجع للهضره الاولى، ملي ما لقيتوش الذهب غتخلصوا، غتعطيوني 10 المليون. راجلي بدا كيغوت تاني قال لي الا زعما تخلصتي من اختي غادي تكوني طالقه، باش تشوفوا الرويجل، بدل ما يجي في بلاصتي يجي في حقي، يجي معايا كيجي ضدي. خاصني انا باش نكمل معاه، خاصني نسكت، نتسرق ونتشمت ونسكت، ما نخليش اختو تخلص، ما نخليهمش هما يخلصوا.
قلت ليه صافي اللي عجباتك ديرها، انا غادا وهضرتي راه وحده. دابا نتوما يا اما غتجيبوا الذهب يا اما غتجيبوا الفلوس يا اما انا غادي نمشي عند البوليس. المهم بلا ما نطول عليكم، ملي لقاني مصره صافي ما باعوا. الوالده ديالو باعت شي ذهب كان عندها، باهم كان عنده شي فلوس كان مخبيهم لدوير الزمان، وهي باعت الذهب اللي عندها وجمعوا حتى جمعوا لي 10 د المليون وعطاوها لي. ولكن في هذه المساله طلقت، ولكن زعما ما بقاش فيا الحال، لانه اصلا الراجل اللي ما يجيش في صفي، الراجل اللي قبل اننا نتسرق ونتشمت وعادي خاصني انا اللي نكون ضحيه، انا اللي نتنازل، راه ما عندي ما ندير به. وبيني وبينكم هو كان عاجبو انه اصلا حنا نبقاو ساكنين تما، ما لقيتو ما كيجمع لي يجيب دار، ما كيدير والو المستقبل، باغي غير يعيش تما ونبقاو تما وصافي. وما بقاش فيا الحال لانه ما نصرنيش، ما جاش في جهتي، طلقنا وكل واحد مشى بحاله. ولكن انا مشيت بالذهب ديالي طبعا، ومشيت ب10 المليون فوق الذهب ديالي. هذه هي قصتي، نتمنى انكم تعطيوني الاراء ديالكم، واش غلط، واش ما كانش عليا ناخذ فلوس ديال الذهب لانه ما تسرقش. غادي نتسنى الاراء ديالكم والتعاليق ديالكم على القصه، وقولوا لي الراي ديالكم في القصه، ولو انكم كنتو في بلاصتي شنو كنتو غديروا. وما تبخلوش عليا باللايك وبالتعليق، ونشوفكم بخير وعلى خير في قصه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم.